هو انا اكتر حاجتين شدوا انتباهي في الماتش كله، اكتر حاجتين ضايقوني. ال4-1 اللي كانت في الدقيقة 80، انا مش عارف هي ضاعت ازاي، ما انا ما اعرفش. والكرة الغريبة العجيبة، انا شتمت وثبت ولعنت فيها بتاعت امام لما طلع هو وقفشة، ما اعرفش برضه ضاعت ازاي. يعني امام أنن فيها، ولما قرر يبصيها بصاها غلط راحت لقفشة. قفشة ما عرفش يعمل فيها اي حاجة ولا نيل اي حاجة، بس يعني كويس ان هم ردوا عليا بنفس المشهد وجابوها يعني. لا بجد انا عشان كنت هطلع يعني كنت متنرفز قوي على اللقطتين دول. فوز جديد للنادي الاهلي قدام المصري، يعني الحمد لله. انا كنت متخوف وكلنا كنا متخوفين ان احنا نتعادل النهارده مع المصري. النهارده يعني اكتر حاجه ايجابيه غير النتيجه بتاعت الماتش، اكتر حاجه ايجابيه بالنسبه لي هو ان الجمهور النهارده يعني ما كانش فيه تنشنه، ما كانش فيه مشاكل. سمعت كام هتاف كده بس كان على العصر، كانت قبل وكانت اللعيبه تقريبا بتسخن. كام هتاف بس كده، لان ايه اسمع وافهم كلام بجد. جمهور الاهلي فوق اي حد. الجمله دي انا شفتها في كذا فيديو قبل الماتش ما يبتدي. لو في شويه هتافات فهي كانت قبل الماتش ما يبتدي خالص، بحبه حلوين. اثناء الماتش ما سمعناش اي هتاف. مش خوفا من حد، بس علشان محدش يحصل له حاجة، عشان محدش يتأذي من الجمهور. واتمنى يكون كل الجمهور اللي كان موجود في الاستاد ساعتها روح يعني على يعني روح بسلام، ما فيش حد ضايق ولا حد اعترض انت فاهم الدنيا عاملة ازاي وفاهم الامن عامل ازاي. دي اكتر حاجة ايجابية النهاردة بالنسبة لي يعني بعد الماتش طبعا. قبل الماتش سوري، قبل النتيجة بتاعت الماتش. ما يهمنيش ماتش على قد ما يهمني سلامة الناس اللي موجودة. واحنا عارفين للاسف هنا لما بيبقى في ناس مستقصدينها في الاعلام ومروقين عليهم وبيبروزوهم، عارفين بعد كده التبعيات اللي بتحصل بتبقى عامله ازاي. ونفس الحاجات دي يعني، والحاجات دي احنا هندردش فيها دلوقتي، هنتكلم فيها واحده واحده بس مش دلوقتي. نتكلم بس الاول على الماتش ونبتدي نخش في التفاصيل اللي انا بقول لك عليها دي. يعني بدأنا الماتش بتخوف شديد جدا من اللعيبه كانت متمركزه في مكانها، ما بتتحركش، بتلعب على الواقف اللعيبه. حرفيا قلت الاهلي بيلعب بتناكه في الشوط الاول، كان بيلعب بتناكه جدا يعني، وعمال بيتعامل مع المصري بالشوكه والسكينه. فخايف يتقدم، خايف يعمل حاجه، بس جاست متمركز مكانه وما بيروحش قدام. والشناوي كان ليه دور كده. يعني كان ليه دور جميل جدا بالنسبه للمصري، كان هيلبسنا 4 تجوان. 4 كور الشناوي اتعامل فيها بغباوه. اول كوره انا ما رضيتش اكتب عنها فمش فاكرها يعني، انا قلت اعديها مش مهم. لما عمل غلطه تاني بدات اكتب، يعني كتبت على الغلطه التانيه والتالته والرابعه. التانيه راح على كوره وسابها وخرجت خرجت بره الملعب، خرجت ركنيه للمصري ما لحقهاش. جاله برين لاج كده فجأة، نسمع ما عرفش ان الكرة جايه له تمام. والكرة التانية برضه جاي بيطلع الكرة من منطقة ال 18، طلعها راحت للاعب من المصري، كانت برضه هتعود علينا بجون. غير اللقطة الأولانية خالص يعني انا ما كتبتهاش يعني عديتها فمش فاكرها قوي، بس فاكر برضه انها كانت هتعود علينا برضه بجون، كانت غلطة برضه من الشناوي. ولاعب كان اعترضها من المصري، بس يعني جت ضربة مرمى. فكان في شوية غلطات من الشناوي النهارده انا مش فاهمها، مش عارف. الشناوي النهارده بالنسبة لي صفر ملط، الشناوي النهارده ما جاش. فيعني بس الحمد لله ربنا ستر. من ضمن برضه اللعيبه اللي ملط بالنسبه لي النهارده عمر كمال، عليه علامه استفهام كبيره جدا. انا مش عارف انا مش عارف ده مين. انا مش عارف ده مين. ومش عايز اقعد احرق في الميم بتاع ان انت ده عمر كمال بتاع بنت الجيران، ولا عمر كمال بتاعنا وها ها ها ومش عارف ايه. لا بجد الموضوع ما يضحكش. انا بجد مش عارف مين ده. انا بجد مش عارف مين ده. ده عمر كمال اللي كان الموسم اللي فات لما بينزل لي بينزل لي بديل، لازم ينزل يجيب جون او ينزل يعمل اسيست. يا جدع انا مش عارف انسى لك لحد دلوقتي وعايز جون افجر من الجون اللي انت جبته في الاتحاد السكندري الموسم اللي فات. جاب جون من بره ال 18 بالرجل عكسيه تقريبا لو انا فاكر صح. لا كان جون عالمي. انت بقى مين يعني؟ انت عمر كمال مين يعني؟ انا مش عارف يعني انا مش عارف يعني اصنفك ايه. ملط النهارده برضو ادائك ملط النهارده. انت ما جيتش خالص، ما عملش اي شيء يذكر. كل شويه كوره تجيلك يا تتزحلق، يا تطلع الكوره غلط، يا تتكعبل، يا ما بتزيدش قدام اصلا، وما بشوفش اي زياده قدام خالص، ولا منك ولا من بيرسي تاو يعني. بني ادم اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيه اللي جابه.
كان بيتسو موسيماني، وانا بحب بيتسو موسيماني، الله يسامحك يا بيتسو. المهم يعني جابها يمين ميتة تماما، مش شايف منها اي فعالية على الجون ولا اي تحركات ولا اي حاجة خالص، اي حاجة مفيش لما حتى كولر علشان يغير الشكل ده. طبعا بعد ما طولنا، بعد ما اتأخرنا برضو في الوقت، كولر ما بيعملش التبديلات بدري. جينا في الدقيقة حاجة و70 كده قام عامل التبديلات، قام مطلع لك عمر كمال، وقام ساحب لك بيرسي تاو جايبه في النص، وبدأ بيرسي تاو يلعب ادوار مهمه في بناء في بناء اللعب في النص، في خط النص. بدأت اشوف بيرسي تاو في اللحظه دي. الماتش كله بيرسي تاو كان غايب بالنسبه لي، أنا ما شفتوش. بدأت اشوف بيرسي تاو في اللقطه دي لما كولر سحبه من الوينج، حطه في النص وبدأ يخليه يعمل ادوار، علشان يعني ادوار زي قفشه، وبقى بيتحرك مع قفشه في نص الملعب. فغير كده انا ما كنتش هشوفه خالص، يعني وانا ما زلت لسه مش شايفه. حسين مش شايفه، عمر كمال مش شايفه، يحيى عطية الله ما كنتش شايفه، بس لحد ما جاب الجون وفاق. لما هو جاب الجون كمان فاق يعني. ده بقيت بلاقي منه كور، لا بيخش ما بيسيبش الكوره مش عارف ايه، بس برضه بيجي عليه لحظات توهان كده انا مش فاهمها. مش عشان جاب جون فانا هطبل له، لا هو جون 10/10 وتحفه فاول يعني. لا بجد، ما مش اي حد هيجيبه، مش اي حد هيجيبه. الفاول صعب جدا جدا جدا، انت حطها في اضيق خرم في المرمى. ف يعني شابوه بجد، هدف 10/10. بس اداؤه برضو مش هقول اللي هو كان الواو يعني، ممكن اداؤه هياخد مثلا 7/10 ولا 8/10 حاجه كده برضو، اللي هو بس عشان الجون. كنت بس بتكلم يعني كنت عمال بس بكتب عن ان النادي الاهلي عمال بيتعامل بس بالشوكة والسكينة. انا ما بكتبش احداث، انا بس بكتب العناوين وبكتب الحاجات اللي انا شايفها قدامي وانا بتفرج على الماتش. طبعا عمر كمال المستوى نيلة قلنا ده. كان في لقطة مهمة جدا عايز ابروزها، مهمة جدا، تخص امام عاشور. امام عاشور كان ليه لقطة من فاول حصل لحسين الشحات في الدقيقة 37. حسين وقع، الحكم راح على المنطقة اللي وقع فيها حسين وهيحسب فاول. تمام، هو فاول 100%، ما فيهاش أي غلطة، ما فيهاش أي حاجة خالص. مش محتاجة الناس تضغط على الحكم، مش محتاجة اللعيبة تروح تضغط على الحكم وتتكلم وترخم عليه، مش محتاجة دي. فهو راح منه لنفسه يقف في المكان ده علشان يحسب فاول لحسين، ويشوف حسين ويقومه ويحسب فاول. امام عاشور راح جاي بيبق مع الحكم وجاي بيزعق معاه ولسه بيزعق وباين داخل عليه وباين طقطق. انا مش عارف القلم عمال بيطير ليه، ثواني. طب ضاع مش مهم، ما علينا. باين طقطق وانت داخل على الحكم، داخل عامل ازاي؟ انت داخل تضرب لي الحكم، انت داخل تتخانق مع الحكم، داخل تزعق معاه، وانا مش عارف ليه. في اللقطه دي بقى حصل ايه؟ عمرو السولية لقيته عمل لقطه جميله جدا. خد امام عاشور وهو واقف جنبه كده، قام ازاي امام عاشور نطره بعيد، نطره بره الكادر. الكادر اهو بقى، انا لقيت امام عاشور طار بره الكادر خالص. فطبعا لقطه ذكيه من واحد، هو يعني واحد عاقل من كباتن النادي الاهلي، من كباتن الفريق وقديم في الفريق، وعارف ايه يصح وايه ما يصحش، عارف نضغط امتى وما نضغطش امتى على الحكم. مش كل الامور هناخدها بحميه كده، ومش كل الامور هنبقى سخنانين فيها وعايزين نبين فيها ان احنا صوتنا عالي وان احنا بنعرف نتكلم. تمام. فتصرف كنت بس عايز ابروزه لعمرو السولية، تصرف كويس جدا لعمرو السولية، ورسالة لإمام: اهدى على نفسك، اهدى على نفسك. يعني ما تبقاش كده، ما تبقاش كده، اهدى، اسكت، اسكت كده. يعني مش عايز اسمع حسك، انا عايزك طول الوقت وانت في الملعب عايز اسمع سكات. مش عايز اشوفك وانت بتنفعل، مش عايز اشوفك وانت بتبص بصه لواحد ملهاش لازمه، حتى لو اللي قدامك ده غلطان فيك. اولا الفاول ده ما كانش ليك اصلا، يعني مش انت اللي وقعت، ده حسين. حكم راح يحسب الفاول، راح تتكلم مع الحكم على بانك ايه، يعني بصفتك ايه؟ عمرو السولية ما راحش يتكلم مع الحكم، هو راح بس كان وقف في اللقطه دي وزقك بره الموضوع خالص عشان ما تكبرش الموضوع وما تاخدش كارت اصفر ملهاش داعي. يعني مش هقول لك بقى فكر في عيب وما يصحش وكخ وكخ ومش عارف ايه والحاجات دي، مش هكلمك في كده، انت عارف ايه اللي صح وايه اللي ما يصحش. بس ما تفكر في ان انت ممكن تاخد انذار. ما هو الحكم ده لو غتت عليك هيقوم مديك اصفر، يلا يا باشا اتفضل غور في داهيه. انت بتتكلم ليه؟ ما انا جاي احسب الفاول، جاي بتفتح بقك ليه؟ بتعمل نفسك شخصيه ليه؟ فدي لقطه كان لازم ابروزها بس لعمرو السولية وشابوه عليها.
لقطه مش كله ممكن ياخد باله منها، بس لا كانت لقطه كويسه جدا يعني، كان لازم ان انا بروزها بامانه يعني. بس لحد كده الجون بس بتاع اسمه إيه ده، بتاع يحيى عطية الله من الفاول بتاع حسين، كان جون طبعا 10/10. دقيقة 41 كتبت الشناوي، ورابع كورة خطر كان هيموتنا فيها برضو، ومصر ان هو يخلينا نلبس جون ملوش اي 30 لازمة. بعد كده كان في شوية هجمات بس كده يعني لا تذكر، بس كان في هجمة مرتدة من النادي الأهلي بعد ركنية من المصري بس اتقطعت للأسف. وتجربة كده، كام تجربة من إمام عاشور برضو زي ما كل مرة بيقعد يجرب تجربة هنا وتجربة هنا يعني هو الجون هنا، بص الجون فين، الجون أهو. هو مرة يجرب كده، مرة يجرب كده، مرة يجرب كده، فاهم؟ ما بيجربش اون تارجت يعني. الجون لو اهو، فاهم؟ الجون اهو، امام ما بيجربش اون تارجت، ما بيشوطش في الحته دي. امام يشوط كده، يشوطها هنا، يشوطها هنا هنا هنا، بس جوه يعني، فاهم؟ جوه البتاعه دي كلها كده ما بيشوطش فيها، ومصر على ان هو يشوط. ولا بتتعدل على يمينك ولا بتتعدل على شمالك. طب انت انت مش لاقي نفسك في الحته دي، ما تقعدش كل شويه تجرب وكل شويه تشوط. ما هي لو جات لك مره مش هتيجي 10. وهو انت جربت الحوار ده كتير جدا، جربت ان انت تشوط من بره كتير جدا وما بتجيش، ما بتجيش خالص. رجلك كويسه بس يعني تحديدك للهدف صفر. انت مش شايف الجون، انت مش شايف، انت بتشوط وانت على الله. يعني بص، يعني انت يعني مثلا في محمد مجدي قفشه في ميزه عنك، مش بفضله عليك. انت طبعا في عندك حاجات كويسه وهو عنده حاجات برضه هو كويسه هو كمان، مفيش مش بقول ده احسن منك او حاجه. بس محمد مجدي قفشه عنده حته كويسه من وسط اللعيبه كلها اصلا، تمام؟ هو ووسام، بس بتبان اكتر في قفشه. عارف مكان الجون، يعني هو عارف مكان الجون، وهو جات له الكوره هو بيركنها، عارف الكوره رايحه فين، عارف الكوره رايحه فين. ركنها بقى في النص، ركنها مش عارف في الجنب، مش عارف ايه، بس ما بيشوطهاش، ما بيديهاش الباور اللي هو، فاهم قصدي؟ هو بيريحها خالص. هو عارف الكوره رايحه فين، هو واثق في رجله، واثق في اتجاهه. انما انت كل كوره دب، كل كوره دب، كل كوره دب، وبتوسع لنفسك. طب ما انت يعني الكوره مش جايه لك مثلا على الطاير مثلا او انت والجون، لا مش جايه لك كده، ده انت بتوسع لنفسك، تدي لنفسك مساحه وتقوم دب في السماء. طب ما انت في حواليك ناس، في حواليك ناس، بص جنبك هتلاقي حسين، بص هنا هتلاقي قفشه، بص هنا هتلاقي عمرو السوليه، بص قدامك هتلاقي وسام. في كذا طرق. يا عم عايز تجيب جون، ده انت وسام قدامك، ده انت وسام لو سندت عليه 1 2 خلاص دخلت انت والجون وحدك، خلاص مش فارقه، مش يعني مش تعمل مجهود اكتر من كده. انما انت التانية دي ما اعرفش ايه هدفها، ما اعرفش ايه هدفها بجد. كل الكور طالعه بره. كان في كوره برضو قطعها، شاف حسين على الشمال، قام بص عامل ازاي يعني. يعني هنقول مثلا، لا بلاش هنا عشان انا كاتب هنا، خلينا مثلا ايه في البورد ده مثلا. هو يعني قطع الكوره من هنا وراح على المرمى هنا بتاع المصري، قطع الكوره من هنا، واخد بالك؟ حسين هنا، حسين الشحات هنا. فالكوره لما تيجي تنزل له هنا قدامه، علشان يعني تعمل له زي ايه، ثرو لوب كده، فتنزل قدامه. لا، كوره من امام جت هنا بعد ما قطعها بالمنظر ده. انا مش عارف، انا مش عارف اقول لك ايه. يعني ده انت حتى مش بتشوط، ده انت المفروض بتعملها له ثرو لوب كده لقدام، يعني تلفها له كده فتنزل قدامه. لا هي خرجت اصلا، يعني هي خرجت من البوابه بتاعت، حتى ايمن الكشف علق عليها قال الكوره خارج البوابات. يا يعني اتمنى ان انت تهدى شوط شويه، اتمنى ان انت تهدى شوط شويه كده وتبص على اللي حواليك وتهدى. كان في كوره من الارموطي ار2، بس يعني الحمد لله ما جاتش، الحمد لله طلعت بره الجون، كانت كوره قويه يعني. وهنا بدات اكتب، يعني كتبت ان بيرسي تاو ما بداتش اشوف طبعا فعاليته غير لما نزل في نص الملعب زي ما قلت في اول الكلام خالص. ما عنديش تعليق على التبديلات مش وحشه خالص. عمر كان لازم يطلع من بدري وينزل بداله اي حد، مش شرط خالد عبد الفتاح، اي حد ينزل بدل عمر، ما كانش ينفع يلعب اصلا من بدري. بالمستوى ده كان المفروض ان انت تخش الشوط الاول مبدل عمر كمال، مش عايز تغير حد من الخطه، بدل بس عمر كمال، ما كانش ينفع بجد تبدا بيه حتى الشوط الثاني. كان في كوره تسديده من وسام فاول، جه لوسام لعبه في الحيطه، راحت كورنر، بس هي كانت صعبه. وسام متضايق منه، مستواه مش عاجبني، مستواك مش عاجبني، احنا من امتى بنحط كور في الحيطه؟
ها، من امتى احنا بنلعب كور في الحيطه يا وسام؟ لا لا لا، المستوى مش عاجبني خالص. لا انت مش هقيمك عشان بس انت حبيبي، بس بقى يعني لازم مستواك يتحسن بامانه يعني. ده انا بهرج، انا بهرج طبعا، ده ما بعرفش اتكلم عليه، ده ما بعرفش اتكلم عليه خالص. انا بس بهزر بهيخ، ما تاخدش في بالك. تغيير بيرسي تاو وكريم الدبيس ما عنديش اي تعليق عليه. ما حسيتش اصلا بان حصل حاجه، ما حسيتش ان في تغيير حصل. يعني كريم الدبيس ما اضافش اي حاجه خالص. جينا للتسديده بتاعت قفشه، كانت في نص الجون. بعد كده بقى اللقطتين بتاعت الاربعه على الواحد، اللي انا معرفش كانت ضاعت ازاي. وبعد كده بقى اللقطه التانيه بتاعت الكوره بتاعت امام، لما راح انفرد وجه جنبه قفشه، فمعرفش يعمل ايه، فلقى نفسه اتزنق، اما باصي لقفشه غلط، فقفشه استلمها بشكل غلط، فالكوره وقعت، معرفش راحت فين. بعد كده اتعادت نفس اللقطه تاني في اخر دقيقه خالص في الماتش، اخر ثانيه في الماتش في الدقيقه 95. نفس المشهد اتعاد تاني، راحت لامام، كمل بيها، ما رضيش يأنن وقام مديها لقفشه، وكوره كانت في الجون. ماتش يعني يعني مش شايفه وحش، انا مش شايفه وحش خالص، المستوى كان كويس. اللعيبه كانت يعني بتلعب بتوازن كده، كان كولر بيلعب بتوازن كده، مش عايز يريسك حاجه ممله. يعني هي حاجه ممله بس يعني همشيها وهبلعها عشان النادي المصري، عشان انا مش عايز اخسر، وما كنتش عندي استعداد خالص ان انا اخسر او اتعادل من النادي المصري. مع انهم برضو مسكوا كور الصراحه في اخر الماتش، انا كنت يعني برضو مقلق ان انا ممكن اتعادل في اي لحظه. مسكوا كور كتيره جدا، كان في ركنيات بشكل بشع، كان في رعونه في الدفاع بشكل غريب. بس يعني الحمد لله كان يعني كتوتال، فهقول مثلا ايه، كله ياخد مثلا 5 من 10 مثلا، ما عدا حسين، بيرستاو، عمر كمال، والشناوي. ادي كده 4 لعيبه من ال11، يبقى كده فاضل اللهم صل على النبي كده 7 لعيبه بس اللي هنعرف نقيمهم. بس يعني ده لو احنا هنقيم، انا ما بقيمش. اقفل بقى على الماتش، في موضوع تاني عايزين نتكلم فيه. مواضيع دي في كم موضوع حصل كده اليومين اللي فاتوا، انا معرفتش ان انا اصور علشان مذاكره وكده ودروس الدنيا بايظه يعني. قلت نزلت ستوري على الانستجرام، قلت هنتكلم في الماتش بس، ولا نتكلم في الماتش والاحداث اللي حاصله بقالها كام يوم. فعملت فوت كده على الانستجرام، لو انا قلت في اول فيديو، مش فاكر انا قلت في اول فيديو ولا لا، بس لو ما قلتش او قلت فانا هقول تاني، مش مهم. اللينك بتاع الانستجرام عندي تحت، خش اعمل لي فولو، عشان برضو لو نزلت كده اي حاجه جديده تخص الفيديوهات او كده، باخد رأي، يعني باخد رأي الناس او حاجه زي كده يعني، تخش تشارك معايا يعني. آه، الفتره اللي احنا قاعدين فيها دي دلوقتي بسبب الماتش بتاع شباب بلوزداد اللي فات في استاد القاهره. من بعد اللقطه دي، من بعد لقطات الجمهور اللي حصلت هناك، ومن بعد هتافات الجمهور اللي كانت ضد اللعيبه وكانت ضد الاداره، وكانت يعني ما كانتش بتسيء للاعب، ولا كانت بتسيء لاداره، ولا بتسيء لشخص، ما شتموش حد. انتقادات بشكل محترم جدا. قلت الانتقادات دي المره اللي فاتت، ذكرتها، انا كنت كاتبها، فبس مش فاكر كنت كاتبها فين دلوقتي. كانت فيه مسجات للجمهور، قصدي للعيبه وللنادي عامه، ان احنا يا اما تجيبوا بطولات يا اما تمشوا، اما البطولات اما الرحيل، حاجه زي كده. والشناوي ارفع ايدك، الاهلي هو سيدك. ما قالوش حاجه على الشناوي ولا سبوا الشناوي، وقالوا الشناوي ما تعيش الدور، لو خد كهربا ولا غور، فهم قالوا لك غور، ما قالوا لا، ما شتموش الشناوي ولا شتموا كهربا. لما قالوا إدارة سلبية صلاحية منتهية، ما شتموش الإدارة، هم بس قالوا إن أنتوا في حاجات نقط سلبية عندكم جوه. اهدى يعني، امسكوا العقل كده وتصرفوا في المواضيع دي بشكل كويس. فكل المواضيع اللي حصل، كل الحزق اللي حصل ده، ما حصلش بقلة أدب وما حصلش بشتيمة. بس احنا بقى دلوقتي بقينا الإعلام بقى بيتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ الموضوع ده بيتعامل مع الإعلام بشكل متكرر. شفناه قبل كده وعاصرناه قبل كده في التلفزيونات. ولو مش عارف، ارجع وشوف وسيرش وشوف الناس كانت بتقول ايه على التلفزيون، وكانت وبتحرض ازاي على الجماهير، وكانت بتتكلم، والناس دي بتضرب ترامادول علشان تعرف تشجع 90 دقيقة. والناس دي ارهابيين، دول بيعملوا اعمال شغب، دول الاقلية اللي من جمهور الاهلي، واخد بالك؟
فلما الكلام كان رايح في السكه دي طول الوقت من الاعلام، شفنا احنا واقعه والتانيه ما كانتش لطيفه، اكبر واقعتين حصلوا ما حصلش حاجه بشديه يعني ما حصلش موقف شديد قوي بالنسبه للموقفين دول، هما الاتنين اشد من بعض، ما فيش حاجه حصلت شبيهه ليهم خالص. واقعة بورسعيد وواقعة اسمه ايه ده، استاد الدفاع الجوي تقريبا، بتاع شهداء الزمالك، ال 20 شهيد الله يرحمهم وال 74 شهيد الله يرحمهم. شفنا احنا بنفسنا لما بيبقى الاعلام مستلم يعني فئة معينة وبيحرضوا عليها، ايه اللي بيحصل وايه التبعيات اللي بتحصل بكلام الناس على الاعلام في الاعلام دي، ايه التبعيات اللي بتحصل نتيجة النتيجة للكلام بتاعهم. تمام. نلاقي واحد زي شوبير يطلع يتكلم ويقول الاقليه اللي عاملين تفرقه بين الجمهور، الاقليه من الجماهير اللي عاملين تفرقه بين جمهور النادي الاهلي. انت عايز تقنعني ان ناس حاضره في المدرج فوق ال 10000 واحد، ممكن يوصلوا مثلا يعني فوق ال 10000 بني ادم، او 15 من 10 ل 20000 بني ادم كان في الماتش بتاع شباب بلوزداد. عايز تقنعني ان الناس دي هي الاقليه في جمهور الاهلي اللي عامله فتنه؟ انت عايز تشاور على حتة معينة بس مش هتعرف تقولها، مش هتعرف تقولها بشكل مباشر. انت عايز تلقح وعايز ترمي على حتة معينة، ان يا جماعة فين شباب الاهلي، فين جمهور الاهلي، امال ازاي بقى جمهوره ده حماه، وازاي على الحلوة والمرة معاه، وازاي مش عارف ايه، المفروض نساند الفريق وندعم الفريق. لا، المفروض اساند الفريق وادعم الفريق طبعا في المحافل الدولية، في لما يقع اقومه انا تاني، بس انا بدعمه وبسند الفريق ازاي؟ ما بنقدي ما بنقدي مش ان انا ادعم. الدعم عمره ما كان تطبيل وتعريض لا مؤاخذه في المدرج، وان انا اروح اسقف للاعب دوت وعاش وايوه شن وايوه كهروب وايوه يا امام يا مشطشط وايوه مش عارف ايه، ده عمره ما كان دعم. عمر ده ما كان دعم. الدعم دايما بيجي من جمهور الاهلي في انتقاده للاداره او انتقاده للعيبه. دعم الجمهور النادي الاهلي دايما بيجي في انتقاده، مش بيجي في ان انا اطبل لك وحلو وعاش ومش عارف ايه. طب ما الماتش اللي فات كان 6-1، احنا حد فينا ركز على نتيجة الماتش؟ والله العظيم ثلاثة ما فرحت بيها بعد الاحداث اللي حصلت وبعد الموقف بتاع الشناوي وموقف محمد رمضان اللي انا طلعت واتكلمت فيه المرة اللي فاتت. قلت يمكن ليه وجهة نظر معينة في الموضوع دوت، ويمكن هو مش عايز يخلي اللعيبة تحتك بالجمهور عشان ما يحصلش تاتش ملوش اي 30 لازمة، فيحصل مشكلة ويكبر الفجوة بين الجمهور وبين اللعيبة تاني. قلت مثلا يمكن عايز يخلي اللعيبة تسكت وما تاخدش مواقف ولا بالحلو ولا بالوحش، ويبقى مواقف اللعيبة دي باينة في أدائهم في الملعب. قلت الكلام ده، كنت أنا الناس كلها رايحة في حتة، أنا رايح في حتة تانية لوحدي خالص بدماغي. فأنا عمال بقول إن لا يا جدعان ما تظلموش الراجل، يمكن في حاجة إحنا مش عارفينها. تمام. كل الدنيا قلب عليه ومفيش بني آدم اتكلم في النقطة دي. مش مفيش بني ادم قال الرأي اللي انا كنت رايح بقوله، لا يعني مفيش حد اتكلم او اوضح حاجة شبيهة باللي انا قلته. الناس اللي اوضحت الموضوع كله والناس اللي وضحت القصة والحدث اللي حصل بعد الماتش كلهم بيلوموا محمد رمضان، وبيقولوا ان هو يعني انا مش فاكر لك دلوقتي بس عامة هم ذموا فيه. تمام. انا مش فاكر دلوقتي بس عشان انا مش محضر سكرينات اشوفها مثلا اقراها، او انا مش محضر حاجه، بس انا دوبك الماتش وبتعامل من ذاكرتي. تمام. بس كانت الدنيا كلها قلبة على الشناوي، قلبة على محمد رمضان، قلبة على كهربا. طبعا عارفين احنا كهربا صرخناه الحصه اللي فاتت ايه، انا الدروس سحلت دماغي. كهربا سحلناه الفيديو اللي فات. ما علينا. آه ف فيعني انا نسيت انا كنت بتكلم في ايه والله العظيم. اما بتوه كده يعني فاهم بيحصل يعني كده اهو، فاهم الدنيا بتخش في بعض. افتكرت خلاص. فاحنا اتكلمنا عن الحوار بتاع محمد رمضان ده، انا بقول ان انا اتكلمت كنت رايح في ناحية تانية والناس كلها جايه بتلومه والناس كلها بتتكلم في ان هو فعلا عمل كذا علشان قصده كذا ومش عارف ايه، والخطيب كان قايل من الاول محدش يروح للجمهور ويحتك بيه. فمحمد رمضان نفذ الكلام والناس اتكلمت يا عم يا خطيب ويا كابتن محمد رمضان، الجمهور فوقكم وفوق الناس كلها ومش عارف ايه، وايه اللي انتوا بتعملوه دوت ومش عارف ايه، وقعدوا يلوموا المديرين اللي موجودين جوه في النادي الاهلي، الناس الاداريه اللي موجوده في النادي الاهلي. ف
محدش حتى نزل بيان، محدش اعتذر في ستوري، محدش عمل اي حاجه. النهارده الماتش خلص، الشناوي كان ليه لقطه كويسه ان هو سقف للجمهور وحيا الجمهور. معرفش في الاخر لقيت حسين الشحات ورامي ربيعه بيجروا ناحيه جوه ناحيه اوضه اللبس، معرفش كان في ايه تقريبا. نشوف الحوارات دي بعدين، ممكن بعد الفيديو نبقى نشوفها. بس لو في حاجه انا ما اتكلمتش عنها فانا ما اعرفهاش يعني، انا لسه ما شفتش. فحيا الجمهور، ما راحش المدرج بس حيا الجمهور من نص الملعب كده وسقفوا لهم وبتاع، لقطه جميله تمام، شابوه عليها شناوي. زي ما قلنا المره اللي فاتت ان انت عملت لقطه مش كويسه وعملت مش عارف ايه وبتاع وقعدنا نشاور لك على الغلط، فالنهارده لازم اشاور لك على الصح. وانت بجد عملت النهارده لقطه كويسه جدا مع الجمهور، بغض النظر على ادائك في الماتش اللي انا مش عاجبني خالص، وانا مش مقتنع بيك كحارس، يعني مع احترامي ليك يعني. ومع احترامي ليك ومع احترامي للتاريخ اللي انت عامله مع النادي الاهلي، بس انا واحد عادي، دي حريه راي عادي، ما مش ازمه، مش تعمل اي مشكله خالص. انا حد شايف ان شوبير طبعا الاحق ان هو يبقى موجود، بس طبعا بالنسبه ان شوبير مصاب فيبقى الشناوي هو الحارس اللي موجود. أه، حتى لو شوبير حتى سليم، هم ما بيلعبوش شوبير كتير. فبس بغض النظر عن النقطه دي، انا لازم ان انا اديك الكريدت بتاعك، لازم اديك شابوه يعني لازم بجد يعني شابوه بجد ليك ان انت عملت اللقطه دي وحييت الجمهور وعملت معاه لقطه كويسه، بالذات جمهور اسكندريه اللي انت عارف ان انت مخصم معاه، واللي انت عارف ان انت يعني الجمهور ده انت كان ليك لقطه معاه مش كويسه ساعه ماتش سموحه اللي اتحسم فيه الدوري الموسم اللي فات. يعني كويس ان هي اعتذارك جه في ماتش سموحه، قصدي جه في ماتش المصري النهارده. فعامة بس نرجع للحتة تانية بتاعت الإعلام والكلام اللي بيتكلم فيه الإعلام والكلام ده يعني. حاولوا ما تنسقوش مع الإعلام، ما تبقوش متساقين في الكلام اللي بيتقال. تمام. جمهور الأهلي على السوشيال ميديا، في المدرج، كل واحد، كل جمهور الأهلي واحد. مفيش حاجة اسمها اصل في فئة بتفرق ما بين الناس. هو علشان اللجان بتاعتكو اللي هي المفروض بتقعد تدعم اللعيبة وتقعد تطبل للعيبة وتقعد مش عارف ايه، عشان اللجان دي بتاعتكو بتعمل اللي على كيفكو، فأي حد تاني بيعمل عكسهم يبقى القلة المندسة في جمهور الأهلي اللي بيعمل مشاكل. مش كده خالص، مش منطق، ومش هتدخل علينا وما تدخلش على أي عيل صغير حتى. فانتوا مش بتتعاملوا مع عيال صغيره، مش بتتعاملوا مع عيال صغيره. المحدثين دول اقليه، انما في الكبار اللي لسه فاهمين وعارفين الدنيا فيها ايه. يا عم مش هكلمك في الكبار يا عم، انا واحد عندي 18 سنه بقابل ناس اصغر مني عارفه ممكن تفاصيل انا مثلا ما ببقاش مطلع عليها قوي، برضو بحكم ان انا يعني في ثانوي ما ببقاش متابعها قوي. في تفاصيل هم عارفينها اكتر مني، متابعين اكتر مني جدا. ف... فهي مش كده، مش هتعرف تضحك على الاجيال اللي جايه. الاجيال اللي جايه في فوقها ناس وفي فوقها ناس بتزن كده، فاهم، بتقعد شغاله على ودانهم. حصل زمان واحد اتنين تلاته، والاغاني موجوده والفيديوهات موجوده، ده كفايه اغنيه التراس اهلاوي اللي كانت بتتكلم عن الاعلام واتكلمت عن حضرتك يا كابتن شوبير. ف مع كامل احترامي لحضرتك، يا ريت يا ريت مش علشان حضرتك موجود في النادي الاهلي تبقى بس كل الكلام ان انت يعني كل الكلام، يعني مش عايز اقول كلمه مش حلوه او كلمه ما تبقاش لايقه على، يعني فرق طبعا السن بيني وبين شوبير، بس يعني يا ريت الكلام كله ما يبقاش رايح في ناحيه التطبيل. مش بقول ان الناس اللي موجوده في قناه النادي الاهلي تنتقد النادي الاهلي، بس قولوا الحق. انا مش عايز اكتر من الحق، قولوا الحق لو انتوا في قناه النادي الاهلي، قولوا الحق. تمام. انا مش عايز اشوف انحياز للنادي الاهلي بشكل مبالغ فيه بالمنظر ده. لما حضرتك كنت موجود على قناه اون تايم سبورت كان الموضوع كان اهدى من كده شويه. عارف ان طبعا في قيود بالنسبه ان حضرتك موجود في قناه النادي الاهلي، فطبيعي يبقى في قيود، بس على الاقل قول الحق. مش هقول لك لوم فرقتك وذم فيها وقول ده عملت لقطه مش كويسه، لا ده مش عارف ايه. لو مش هتعرف تقول الحق خلاص ما تقولش حاجه وما تدلسش المواضيع، ما تدلسش المواضيع. ولازم اللعيبه ذات نفسها كمان برضو يبقى وصل لها حاجه زي كده. طالما انت، عشان برضو ما فيش لعيب يخش كده يحاول يدلس ويحاول يبدا طبعا بستوريهات وكلام كده مثلا مع في لقاء او مش عارف ايه، يطلع برضو يقول عكس الحاجات اللي حاصله.
انا مش عايز الموضوع يوصل للدرجات دي يا جدعان. ما تتعاملوش ان انتوا في عالم وكوكب تاني، احنا كلنا في حتة واحدة، احنا كلنا في بلد واحدة والله. يعني كلنا مطلعين على حاجة بعض، يعني احنا عايشين، يعني احنا عاملين كده اهو، فاهم؟ يعني احنا كده، احنا جوه في نفس الطبق. فما تتعاملوش على انكم في حتة تانية ومش داريانين باللي بيحصل. لا، انت داريان باللي بيحصل، بس ما تبقاش منافق. ما تبقاش منافق طالما مش هتعرف تتكلم وتقول كلمة الحق. ما تتكلمش بحكم منصبك، بحكم مكانك. تمام، على عيني وعلى راسي والله العظيم. انا ممكن ابقى في يوم من الايام شغال في مكان انا مش حابب المكان دوت ورافض ان انا ابقى موجود فيه، بس مضطر اسكت عشان ده اكل عيشي، فتمام. انا مش بتكلم على دي خالص. بس مش هروح مش هبقى الموضوع حلو لما انا ابقى كاره المكان دوت وكاره المدير ده، واروح اطبل واروح اعمل واعيش الدور عليه علشان اخد بونص، واروح ارشد على صاحبي ان هو ما عملش مش عارف كذا، ولا زميلي في الشغل ما عملش مش عارف ايه. مش حلوة. طالما مش هعرف اتكلم كلام حق، خلاص يبقى التزم الصمت. تمام. فبس دي كانت الحتة اللي انا عايز اتكلم فيها، الناس تاخد بالها عامة بقى. كلام اللي بيتفرج من الجماهير النادي الاهلي، الناس تاخد بالها. الفترة دي بيتعمل يعني الفترة دي تقريبا بيتعمل تدبيرات كده مش حلوة، وانا شامم ريحة مش كويسة خالص. فالناس تاخد بالها، اللي بيروح مدرج ياخد باله. يعني مش عايز ان يبقى في حد بيمشي مثلا ماشي في سكة عنيفة قوي كده، اللي هو انا مش عايزك تخش تمسك الإدارة سلخ 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 سلخ. لا، خليك ماشي معاهم عادي والدنيا تمام لحد ما يحصل معاهم لقطة. اللقطة دي فعلا تكون خلاص زي الايه، القشة اللي قسمت ظهر البعير. خلاص اللقطة دي انت خلاص فاض بيك الكيل، خلاص خلاص ما بقتش طايق. تطلع وتروح تتكلم عادي في المدرج برضو بشكل محترم. لان انت لو قلت حرف واحد مش تمام، قلت لفظ صغير، هيمسكوها عليك. بص بقى، بص جمهور الاهلي بقى او الناس المندسه في جوه جمهور الاهلي اللي بتوقع وبتفرق بين الجماهير وبين علاقه الجماهير بالنادي، مش هيقولوا ان هم اللي بيوقعوا ما بين علاقه الجماهير بالنادي. فاهم؟ يعني الناس الاداريين اللي جوه عمرهم ما هيطلعوا يقولوا لك ان انا الاداري اللي بوقع ما بين علاقه النادي وما بين علاقه الجمهور. فاهم؟ ما بين علاقه الجمهور والنادي. مش هيطلع يقول لك انا الاداري اللي بيعمل التفرقه دي. هو ما هيصدق يلاقي واحد بس في وسط الملايين. هو ده بس، هو ده ده طرقعت جامد، انا ودني وجعتني. اقول لك هو ده بس، هو ده اللي عامل الفساد ده كله. الواد ده لازم يتحبس، الواد ده لازم يتقتل. وانت عارف الناس هنا بتتعامل ازاي لما بيبقى فيه، لما بيبقوا متخوفين من جماعات معينة بيتصرفوا معاهم ازاي. فانا مش عايز حد يحط نفسه في مشكلة. بروح المدرج، ما تعملش مشاكل، ما تتشاكلش مع حد. اسمع كلام الامن والدنيا خليها تمشي كده بالحب، علشان يعني امك وابوك وعيلتك اهم من 100 ماتش، واهم من النادي الاهلي على بعضه كله، اهم من النادي كله باللي فيه بتاريخه. فما تحطش نفسك في حتة مش في الاخر ولا هتنفعك ولا هتنفع حد من اللي حواليك. هتضرك وهتضر اللي حواليك وهتقدرهم معاك وهتلففهم وراك في الاقسام فملهاش لازمة. دي كانت حلقة النهاردة. اتمنى ما اكونش طولت، يعني اتمنى تكون حلقة خفيفة. ومش عارف انا ايه حكاية الحلقات اللي كل شوية نص ساعة دي، بس يعني هحاول والله بقى، والله ما بعرفش اعمل حلقات يعني. ممكن اقفل النهاردة الفيديو، هنزل النهاردة الفيديو، الاقي ممكن بكرة حصل حوار. يا جدعان انا لسه منزل فيديو امبارح يا جدعان، ما قلتوش يعني، فاهم؟ فلو مثلا انا عملت فيديو عن الحوار اللي حصل هيبقى يحصل بكرة، فاهم؟ الاقي بعد بكرة حصل حوار تاني. يا جدعان انا هعمل فيديو تاني. فالموضوع يعني الموضوع بجد بيبقى مش حلو. فمعلش استحملني كده في الفترة دي. ان انا ممكن اعمل فيديو هتلاقيني بلحم معاه مواضيع تانية. بس انا كان في موضوع كنت عايز اتكلم عن ابراهيم عبد الجواد، بس مش مستاهله، ده كده كده الناس سلخته. فيعني بس انا كنت عايز اتكلم في الحته دي بس بتاعت الجمهور. برضو كمان عشان الفيديو يبقى قليل يعني، برضو عشان الحق انزله، لان هو نص ساعه دلوقتي. الساعه دلوقتي كام؟ يعني الساعه دلوقتي 11 وربع. عارف الفيديو عشان ينزل لك الساعه كام؟ ينزل الساعه واحدة، الساعه واحدة ونص، او حاجه زي كده. ينزل ممكن اخره ممكن ينزل قبل اتنين. فده حوار. بس كده. مش هطول اكتر من كده. السلام عليكم، اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.